يا ناس يا عسل، الفنكوش وصل. الفنكوش نمرة 10 معانا النهاردة هو مدن السيسي الجديدة. اللي فيكم هيروح على السيرش انجن بتاع جوجل وهيكتب عدد مدن السيسي الجديدة أو المدن المصرية اللي تم بنائها في عصر السيسي، هيلاقي الإعلان بتاعه الرخيص الأصفر مطلع لنا أرقام كلها متضاربة مع بعض. في اللي هيقولك 14 مدينة جديدة، في اللي هيقولك 15، في اللي هيقولك 17، وفي اللي قايل 30، وفي أكتر حد ناشر 44 مدينة جديدة. خلينا ناخد مين افريج. خلينا نقول كده مثلا 25 مدينة. اوكي، 25 مدينة. المفروض المدن دي لما تتبني مدن جديدة، يعني معنى كده ان عدد وحدات السكنية الافيلبل ان هي تتشرى او تتأجر زاد. فالسوق او قانون السوق بيقول لما بيزيد المعروض الاسعار بتتظبط او الاسعار بتقل او بتبقى يعني ريزنبل في متناول الجميع. ماذا عادت هذه المدن الجديدة للسيسي أيا كان عددها على الشباب المصري اللي في سن الزواج أو الأسرة المصرية اللي بتعاني دلوقتي وبترزح تحت خط الفقر بسبب ارتفاع أسعار الشقق اللي هي ما بقتش في متناول أي حد في مصر، سواء كانت بالبيع والشراء أو سواء كانت بالإيجار. أسعار البيع والشراء الوحدات السكنية زادت من 250 لغاية 400%. أسعار الإيجارات زادت من 150% ل 200%. ماذا عاد الفنكوش نمرة 10 على حياة المواطنين المصريين وخاصة فئة الشباب اللي هي تعتبر أكتر من نص عدد الشعب المصري، اللي هم فئة 25 حتى سن 38. يا بلوحتي يا كلوحتي يا سيسنياهو يا ابن بائعة الهوى، ماذا عاد فنكوشك نمرة 10 على المصريين وشباب مصر؟ فاضلك عندي 140 فنكوش، حاول ترد على أي حاجة فيهم لو عندك رد. فهمني؟